السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدانا النهاردة فاصوليا بيضة وملوخية خضراء ورز بشعرية. هعمله معاكم. جبت 4 كيلو فاصوليا بيضة ونقيتها وغسلتها وحطيتها في الحلة وغطيتها بالمية وعلقت عليها عشان تتسلق. هنا كانت خلاص اتسلقت. هصفيها بقى واعمل الصلصة بتاعتها. حلة على النار فيها معلقة كبيرة سمنة، هسيبها لغاية لما تسخن. بعدين اروح حاطة معلقة صغيرة توم، انا بحب اعملها بالتوم، اللي عايز يعملها بالبصل براحته يعني، دي اذواق في الاكل. هديها كده تشويحة تومية، وبعدين اروح حاطة التوابل، نص معلقة صغيرة بهارات وفلفل اسود وكزبرة، شوحتهم مع التومة. بعد كده اعمل ايه، احط لهم عصير الطماطم، هديهم تقليبة، املحهم بقى، احط الملح، اقلبه. وبعدين هسيب بقى الصلصة دي تاخد غلوة واحدة، اول ما تغلي هرجع لها تاني. هنا كانت غليت اهي، احط لها بقى الفاصوليا بعد طبعا ما صفيت الفاصوليا، احطها بقى واديها تقليبة واسيبها غلوتين اهي. وبعدين هطفي عليها بقى. اعمل بقى الرز، حطيت سمنة وزيت، ولما سخنوا نزلت بالشعرية. هحمر بقى الشعرية، ادي كده الشعرية رشة ملح عشان تتحمر قوام وتبقى لون واحد زي دي كده. بعد ما اتحمرت اكون غسلة الرز ومصفياه واحطه على الشعرية، ادي برضو تقليبة. دول 3 كوبايات شعرية و3 كوبايات رز ومعلقة ملح، هقلبهم مع بعض. احنا بنحب الشعرية قد الرز، في ناس بتحط كوباية مثلا شعرية على 3 كوبايات رز، دي برضو أذواق في الأكل. بس الشعرية ما بتبقى كتير مع الرز بتديله طعم جميل قوي. بعدين بعد ما قلبته كويس حطيت له بقى مية سخنة، اديته تقليبة واسيبه بقى لغاية لما يتشرب. انقله على العين الصغيرة واسيبه يستوي. انا عملت كده اهو، الحلة هناك بتاعت الرز على العين الصغيرة عشان يستوي. وادي الملوخية انا حطيتها في الشوربة وهعمل لها الطشة بتاعتها، معلقة سمنة ومعلقة توم ونص معلقة كزبرة، وهحمرهم مع بعض. وهنا حطيت مرقة دجاج، هدوبها مع التومة وطش بيهم الملوخية. نسمي بسم الله ونطش بيهم. مفيش حاجة اسمها شقي، ايه شقي دي؟ مفيش حاجة اسمها كده، نسمي بسم الله ونعمل الحاجة بس كده. ونقلبها بقى ونشوف الرز. هنا كان الرز طبعا اتشرب وسيبته يستوي، هنا كان استوى بقى. هطفي عليه وكده غدانا جاهز. ادي الفاصوليا والملوخية والرز ابو شعرية، وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.